انا بقالي ساعه قاعد قدام اللاب كده مش عارف ابدا الفيديو، معرفش فيه كده فويد، بس كله لاجل الديسيبلين. كومنتاتكم هي اللي بتخليني اتكسف على نفسي لو هكسل، وده مستحيل. زيكم يا جيز السكان الاصليين لليوتيوب، معاكم احمد. بس مبسوط جدا بالفتره الاخيره ان الناس عجبها بيرجو رياكت البرنامج بتاعنا، وقد ايه لما بتكلم بوعي في حاجات منتشره على السوشيال ميديا معظمكم حب الموضوع ده. لما زي منيري مثلا لما قلت ان هو رجع عمل حاجات كويسه ولازم نمنشن ده، زي ما اتكلمت عن الزوزات، زي ما اتكلمت على البنت اللي اسمها ريم الشامري. دي حاجات مش ان انت جايب طبق اندومي بتاكل وبتتفرج على حد طالع يضحك، اللي هو مش بعرض لك فيديوهات كتير ميمز وبنقعد نضحك، قد ما ممكن تلاقي في فيديو واحد بتكلم عنه والحلقه مش شرط تبقى كلها بتحقق ضحك، برياكت على موضوع ممكن اطلع اتكلم فيه. فمبسوط ان انتوا بقى عندكم وعي كافي في حته ان مش لازم يبقى فيه كميه فيديوهات بتتعرض ونقعد نهزر ونقفل فيديو، قد ما فيه موضوع بنتكلم فيه النهارده، زي موضوع النهارده في الفيديو ده. بس قبل ما اعرضه مش هعرض احسن كومنت، تعالوا نخش على الكومنتات نفسها. في تطور في المزيكا طب والمحتوى يا سولوم دخيله المعضل ابو دم خفيف يقبرني انت. اما انا برمش بلاقي الفيديو خلص. تعالوا بقى شوفوا نوع من انواع البجاحه. قول مين معايا ان بيرجو ينزل حلقتين في اليوم؟ ايه؟ نيجي بقى للعته اللي بجد. في بنت اسمها او ما حدش يعرف اسمها بس مشهوره طبعا، محتواها بنوتي جدا، واللي هو بقى نصايح والكلام ده، والفانزات بتوعها يشجعوها يا كوين يا ديفا، وما بقللش اطلاقا من محتواها. بس انا بقى في مشكله هنا، دايما الاودينس لما بيشجع كونتنت كرييتور بيبقى في نوع من انواع المجامله الزايده جدا، فدي بتعلي الايجو والغرور عند الكونتنت كرييتور، لدرجه انه كده اول حد هيشوف نفسه عليهم هو جمهوره، بعد كده للعم. ما انتوا اللي بتديله الانعكاس بتاع ده انت تقول لي ده انت قدوه، ده انت ايقوني يا ابني. انتوا قولوا لي انا ايقوني، بس مفيش حد ايقوني غيري، واوعدكم ان انا مش هتنك عليكم غير لما اوصل ل1,000,000 سبسكرايب بالظبط. السلام عليكم، صباح الخير. انا عايزه اقول ان انا بدات ادي كوتشنج سيرفيس او كونسلتيشن سيرفيس، وعايزه اشرح الفرق ما بين الكوتشنج والثيرابيست. من كونتنت كرييتور لكوتشنج، لايف كوتشنج، ايه مؤهلاتك؟ كومنتات عندي بتقول لي عاش يا ديفا، يا كوين، يا قمر، يا اللي مش هتبقى اي حاجه غير كوين. والسايكايترست، السايكايترست هو دكتور متخرج من طب، بيقدر ان هو يعني يدي ادويه وتكون prescribed medicine، لكن الثيرابيست بيكون شخص درس علم نفس وبيعالج البيشنت بطرق معينه، منها السي بي تي وما الى اخره. السي بي تي ده اللي هو العلاج السلوكي، اللي هو مش بيديك ادويه قد ما هو بيقول لك بطل تعمل العاده دي، وبيساعدك انك فعلا تبطلها. عندها حق في كل ده. اديني بقى في اللايف كوتشنج كده. الكوتشنج ده حاجه مختلفه خالص. ده بقى اللي هو ايه؟ ده اللي هو صحي من النوم، استحمى بميه ساقعه ونزل جري 5 كيلو وقطع كارب لمده 6 شهور ووصل بقى doesn't require a certificate اطلاقا. طبعا. I looked up ودورت في الموضوع، مش بيحتاج سيرتيفيكت. السيرتيفيكت هي دورت قبل ما تبقى تعلن ان هي لايف كوتشنج، هي دورت هل انا اتأهل؟ back it up 100% وانا already on my way to get my own certificate. ولكن لو حد بيبقى عايز personal advice، عايز يسأل في حاجة معينة regarding his life، انا بتعامل مع masses. I have 27 million views on my account. فهي دلوقتي ابتدت تاخد ان اكونتها بيجيب 27 مليون فيوز. هنبدأ بقى في ايه؟ في الماركتينج. هنبدأ بقى في الايه؟ في الدعابة السيكولوجية اللي هنلعبها دلوقتي. انا انفلونسر، او هم بيقولوا عليا انفلونسر، وعندي فيوز عددها كذا، فبناء على انها اتعاملت مع 800,000 واحد فانا عندي علم بالبشر. مستحيل بجد والله. ده على كده المدرس اللي بيتعامل بقى مع طلبة على مدار 20 سنة في نفس المدرسة، ده نوديه مستشفى العباسية يتعامل هناك بقى، مش نعامله كمدرس، نعامله بقى كسيرابست بجد. combined انستجرام اديني بيجي لي دي امز كتيره يا حلوه. انا معلش يا جماعه ان انا بقعد اوقف الفيديو، انا بتعصب من اي بلوجر بيطلع يقول انا بيجي لي دي امز، بحسهم ان بي سيز. لو يساعدني مفيش. عندي 300,000 على الانستجرام، 300,000 على الانستجرام، عمر ما حد جالي في الدي ام بقول لك هو انت بتستخدم ايه لشعرك؟ كلها اعلانات معروفه. هم عشان مش قادرين يجيبوا مثلا كوبي رايتر يكتب لهم فكره اعلان، فيقولوا ناس كتير بتسالني بتستخدمي ايه لشعرك. انا محدش سال. كذلك هي ما تجيبيها
تستنيهاش في ان بيجيلك في الدي امز، اكيد اتفضلي. عن ناس بتطلب استشارتي او رايي في حاجه تخصهم regarding relationship او ما الى اخره. فدي كانت الطريقه اللي انا فكرت فيها ان سبوبه تبقى سيرفيس، ان انا سيرفيس، ان انا هعمل سبوبه سيرفيس، مش هتفرق، اتفضل. موجوده وموضحه تماما ان انا ولا ثيرابيست ولا سايكايترست، ولو عايز رايي الشخصي في حاجه معينه. شكرا يا جماعه ان انتوا وصلتوني ان انا ابقى بلوجر. لما هتيجوا بقى تطلبوا رايي ادفع، انا هدولك، ولكن برضو ده رايي الشخصي. فكره بقى نرجع بقى للريت اللي انا عاملاه، ليه هو بالسعر ده او ليه هو بالرقم ده، ده حاجه ترجع لي انا. ده عاملاه ب 1400 جنيه اقسم بالله عاملاه ب 1400 جنيه. فالناس بتقول لها ليه ده انا بقى هو استنى يا جماعه عشان بجد انا طاقتي السلبيه. لحظه واحده اولع كاندل ديكوريشن. واو، تشيلكوا برضو الطاقه بحيث تتفرج عليها وانت بتذاكر كده وفي شمعه منوره وبتاع. المهم الشخصي، فكره بقى نرجع بقى للريت اللي انا عاملاه، ليه هو بالسعر ده او ليه هو بالرقم ده، ليه ب 1400 جنيه. ده حاجه ترجع لي انا، ده استيميشن ليا انا لوقتي والمجهودي اللي انا بحطه في حاجه زي دي. و this is just a service، بمعنى انه هي موجوده لو حد عايزها اوكي، لو ما حدش عايزها totally fine. بس انا عارفه كويس المساعده اللي انا اقدر اقدمها، وعارفه كويس الراي اللي انا ممكن اقدمه، لان انا مريت بتجارب كتير. ايه مؤهلاتك ان هي مرت بتجارب كتير؟ ان انت عشتي. هي مؤهلاتها ايه؟ ان هي عندها اكسبيرينس اللي هو عاشت. طب ما اروح اسال راجل بقى عنده 70 سنه اكيد عارف عنك، انت عندك حاجه و20 اكيد. نزل عليها كميه ميمز وناس اتريقت على اللي هي عملته. انا مش مع التريقه قد فعلا ما منطقيه وموضوعيه يا جماعه. لا تعالوا نفهم ايه مؤهلاتها. يعني مثلا بوست زي ده وانت ايه مؤهلاتك يا فندم؟ والله I have 27 مليون views on my account. ما كانش حد غلب بقى خلاص. It doesn't require a certificate. I think ان هي كانت مشغولة قوي trying to look up if coaching requires a certificate، ونسيت تماما تدور هو يعني ايه coaching اصلا. مفيش كوتش شاطر هيقولك تعمل ايه، مفيش كوتش شاطر هيديك advice. life coach, relationship coach, career coach, whatever ايه اللي بعده coach، شغلته في الحياة ان هو يساعدك تفكر، بيفكر معاك من الاخر، بتشوف ايه الجول بتاعك، ايه اللي انت عايز توصله، وبتقعدوا تتكلموا مع بعض وبتشوفوا ايه الاوبشنز اللي حواليك، وبيساعدك تختار احسن اوبشن ليك. هل هو اللي بيقولك ان ده احسن اوبشن ليك؟ مستحيل. انت اللي بتقوله انا شايف ان ده احسن اوبشن ليا. بالظبط. فهو الكوتشنج مش ان هو يديك نصيحته زي ما هي قالت ان ده نصيحتي وده سعري عشان انا عايزه كده وده وقتي، دي سبوبه. الكوتشنج هو مش بيديك نصيحه، مش بيقولك تعمل ايه، بيمسك لك كشاف معاه هو وبينور لك طريق انت مش شايفه. انا ممكن اديكوا سيشن، انا مريت بحاجات تخليني افهم يعني ايه ثيرابيست ويعني ايه سي بي تي العلاج السلوكي، واعرف يعني ايه كوتشنج ريليشن شيب وكوتشنج في الشغل وكوتشنج لايف ستايل بتاع. بينور لك طريق وانت اللي تقول له انت عايز ايه، مش يديك نصيحته، لان انت اللي بتعيش التجربه مش هو. فهي بدايتها غلط. انا هديك نصيحه ولا لو هتديك كاوتشنج بقى يعني كنبه، قاعده كنبه. انا بقالي 4 سنين في جواز الصالونات، حاسه ان انا عندي خبره كافيه تخليني اعرف اقول اللي انا هقوله دلوقتي. بصي، انتي تستاهلي حد تبقي منبهره بيه، بمعنى الكلمه تبقي حاسه او قاعده بتفكري ايه ده الراجل ده اختارني انا، معقوله؟ لو انتي مش تبقي حاسه كده الراجل ده ما ينفعش تتجوزي. وعشان الكلام ده بجد اقسم بالله ممكن تسمعيه من امك، من ابوكي، من صاحبتك، بس مش صاحبتك اللي بتكره الرجال عشان عندها مشكله مع اهلها وعندها دادي ايشوز. بس بصوا مثلا الكومنتس دي لما بسمعها بحس اني قاعده مع اختي الكبيره. انا اخت كبيره. في ناس مهما كان الاويرنس عندها فاجر، بس بيجي عندها كده الايجو، غرورها ما يقدرش يستحمل كميه الانبهار اللي في الكومنتس. انت بجد بتقولي اللي جوايا، ففي الاخر بتطلع تديكوا كوتشنج ب 1400 جنيه في
نوتة جميلة لذيذة. انا فاهم الكونتنت، فاهم الدنيا عندها رايحة فين، قدرت افهم هي كانت عايشة في ظروف عاملة ازاي. من هنا ابتدت تطلع من البيئة اللي كانت ضغطاها، فكونت وعي، لان الانسان بالمعاناة بيكون وعي فبنشاركه. بس الفكرة ان احنا مش هندي بيه كوتشنج، لان دي تجربتي انا مش تجربتكم انتوا. حتى لو الفيديو ده اتمسح ونزلت فيديو قالت خلاص يا جماعة انا قفلت ده، برضو لا، عشان محدش يفكر، لان الفيديو ده اكيد عدى عليه مليون واحد. كل واحد عنده مشكلة، روح لحد مختص. انت اهم من ان حد يديك نصيحته من تجاربه. انت ليك تجارب وقصة، انت يا ابني بطل قصة بتاعتك. انت اقعد مع نفسك، شوف انت عايز ايه، واعرف انت مين ومين اللي عايز ايه، ولو عايز ايه مين اللي عايزه. بتراضي غرورك ولا بتراضي نفسك؟ ونفسك دي فين؟ فاهم يلا؟ فاهم انا بسحلك فين؟ اعمل ده. اوعى تتريق على نفسك ولا تتريق على المايند سيت بتاعتك ولا على افكارك وتقاوم افكارك. افكارك دي يا ابني هي اللي بتديك نمط تحله فيفتح لك باب تاني، عشان ما تفضلش في الكومفورت زون كده كده. انا عندي ADHD تروح فاتح فيلم. لا، اقعد راقب، ما تتفاعل، راقب الافكار اللي في دماغك. اوعى تتفاعل، ولو هتتفاعل خليك على وعي وعلم انك بتتفاعل مع الموقف، مش غريزيا، وعي. يعني لو حد وانت ماشي في الشارع خبط فيك، ما انت مش شايفني، غرور، ده غرور ومش هتكسب من وراه. لما حد يخبط فيك في الشارع لفله كده وراقب على طول الغضب اللي انت شعرت بيه. انا متضايق، حسه، ما تقاوموش، عشان لو قاومت الغرور هيجيلك. ايه ده انت خفت ولا ايه؟ لا، حسه، انا غضبان، الموقف يستاهل. لا، ايه يا عم مش تفتح، حصل خير. يقول لك لا مؤاخذه. تعالوا في اخر الفيديو كده اديك كوتشنج بسيط ليك. تخيل دلوقتي حياتك عمارة كاملة بتقعد تطلع بخط زمني لفوق، وعندك سلم، والسلم ده افكارك، وعندك اسانسير. لما بتعيشها كده بتقاوم الافكار اللي عندك ومش عايز تفكر في نفسك وخايف تقعد مع نفسك، تركب الاسانسير واطلع. خلاص الحياة مملة، هتفضل عارف انك في اسانسير، كل اللي هيحصل باب هيتفتح وصلت. لكن السلم وانت طالع ممكن تقابل واحد صاحبك تسلم عليه، يغير كمية مخك كده، تتبسط، فتطلع جاري على السلم، فتلاقي 100 جنيه واقع على الارض فتاخدها. تطلع مرة كمان تلاقي راجل كبير بيدخل حاجات في بيته تساعده، فتحس قد ايه انت بني ادم. شايف انت عشتها ازاي؟ شايف انت طلعت مقابل انت في واحد طالع في اسانسير ولا حاسس بكل الكلام ده ووصل وخلاص. راقب افكارك وخليك واعي بنفسك، واوعى تتأثر بقصة حد، لانه هو في عمارة تانية جنبك ملوش علاقة تفهمش هو عنده كام دور ولا كام اسانسير. انت خليك في عمارتك ومع نفسك. السلام عليكم. خوارزميات يوتيوب بتقولك ان الفيديو ده هيعجبك،